اهلا بيكم، جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي. معايا بتنجانية. بتنجانية بتاعتي كبيرة، لو انت بتنجانية بتاعتك صغيرة يبقى 2. هقشرها حتة وحتة، يعني هسيب حتة فيها قشرة وحتة لا. ومعايا بطاطسيتين و2 طماطم، واحد بصلة، بصلاية واحدة، وقرنين فلفل رومي، وقرن فلفل حامي، وفصين من الثوم. ومعايا كده ايه خضرة مشكلة. كانت عندي في التلاجة. نجيب بقى المبشرة، هنبشر عليها البتنجانية في الناحية اللي هي الواسعة العادية بتاعة البصل. تمام. اجيب بقى البتنجان بتاعي، هفضيه في مصفى، واحط في الطبق من تحت مية. وهحط على البتنجان معلقتين من الملح، علشان لما اجي اقليه ما يشربش زيت مني. هقلب بقى المية والملح والبتنجان مع بعض، وهسيبهم ايه شوية. وبعد كده بقى ايه بعد ما اسيبهم شوية في المية كده انا بقلبهم. هصفيهم بقى من المية بتاعتهم، يعني خلاص رميت المية اللي تحت. وبعد كده هصفي دولت من المية. هتلاقي المية بتاعتنا نازلة لونها مسود خالص. بشرت بقى البطاطس برضه على المبشرة. وهجيب بقى البصل هبشره على المبشرة، بس ما تعمليش زيي وتبشري القوطة، قطعي القوطة وشيلي القلب بتاعها. تمام. وقطعت بقى الفلفل والثوم وكل حاجة، وهقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. وهنضيف الخضار بتاعنا، وهنجيب بيضتين او بيضاية واحدة. ممكن انا عملتها ببيضاية، ممكن تكتري براحتك، بس هي بضاية طلعت معايا حلوة جدا. تمام. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، نحط معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة. كل البهارات اللي بتحبيها حطيها. ومعايا مكعب من المرقة، وشوية من البابريكا، يعني نص معلقة صغيرة من البابريكا. تمام. هنحط بقى ايه دقيق. هنحط حوالي ادي معلقة 2، على حسب البيض اللي انت بتحطيه هتحطي الدقيق بتاعك. كده انا حطيت 4 معالق من الدقيق. ولو انت بتقلبي ده عشان انا حاطه بضايه واحده، لو انت بتقلبي حسيتي ان الخليط بتاعك خفيف، ضيفي دقيق تاني. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، وحطوا لايك واكتبوا كومنت حلو زيكم. يا رب الوصفة الجديدة دي تعجبكم، وجربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. كده انا لقيت الخليط خفيف شوية، حطيت كمان معلقتين من الدقيق. علشان كده بقولك ما تبشريش الطماطمايه على المبشرة، قطعيها مكعبات صغيرة وشيلي منها القلب. حطيت بقى شوية بابريكا، قلت اضيف شوية كمان من البابريكا. قصدي الكركم، لا مش البابريكا، كركم. هنجيب بقى زيت على النار، وهنعمل بقى ايه الوصفة بتاعتنا ديت زي ايه صوابع الكفتة. تمام. انا هوريها لكم دلوقتي بعملها ازاي. كده بعد ما احمرت قلبتها على الناحية التانية. دي كانت اول طاسة، طبعا علشان عليها بابريكا فاللون محمر شوية، هي مش محروقة ولا حاجة، هي اللون محمر شوية. بس كده. هنتبعها بقى بايدينا، يعني هنعملها زي صباع الكفتة، او ممكن تعمليها قرص طعمية عادي يعني. التشكيل اللي يعجبك شكلي بيه. تنفع وصفة غدا او فطار او عشاء. لو ولادك مش بيحبوا يعني البتنجان، ممكن تدخليه في الوصفة ديت ومش هيحسوا ان هما بياكلوا بتنجان اصلا، لانه مفيد. كده انا بدأت اعملها زي صباع الكفتة. بلمها بسيسها يعني بالراحة. تمام. وصفة جديدة جربوها ان شاء الله هتعجبكم. كده خلاص. حطيت كل الكمية اللي عندي في الزيت. وكده بعد بقى ايه ما خلصتها، شكلها حلو، ريحتها حلوة، طعمها حلو، جديدة مختلفة، مغذية، حلوة قوي. جربوها، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا كومنت حلو. ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.